ازاي تبني لعبة زي اللي بتحب تلعبها كل يوم؟ في جريد 9 في اي سكول بنتعلم مع بعض خطوات تصميم الألعاب بطريقة سهلة وممتعة. أول حاجة بنبدأ بيها هي اختيار فكرة للعبة. هل مثلا عاوز اللعبة تكون مغامرات أو سباق عربيات أو حتى لعبة ألغاز؟ الفكرة دي هي الأساس اللي كل حاجة بعد كده هتتبني عليه. بعد كده بنبدأ نصمم الشخصيات والكائنات اللي هتكون جوه اللعبة. بنستخدم برامج تصميم عشان نرسم الشخصيات والخلفيات وكل التفاصيل اللي بتخلي اللعبة شكلها مميز. وبعد التصميم بندخل بقى على الجزء الممتع، البرمجة. هنا بنتعلم ازاي نكتب الكود اللي بيحرك اللعبة، زي لما تضغط يمين الشخصية تتحرك يمين، أو لما تجمع نقط تلاقي السكور بيزيد. وبنستخدم وقتها لغات برمجة زي بايثون أو جافا سكريبت عشان نعمل ده. وأخيراً بنجرب اللعبة بتاعتنا وبعدين نعدل عليها بقى لو لقينا أي مشكلة أو حاجة مش شغالة زي ما احنا عايزين. بنفضل نصلح فيها لحد ما نوصل للنتيجة النهائية، وفي الآخر بنشوف فكرتنا وهي بتتحول لحقيقة نقدر نلعبها. وبس كده. ما تنسوش إننا في جريد 9 مش بس بنلعب الألعاب، ده احنا كمان بنبتكرها. وفي جريد 10 بنعمل اللعب 3D. مستنيينكم معانا في آي سكول عشان نشوف لعبتكم المميزة. باي!